السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وين كنتوا لي دوزيام اني. دونك اليوم رانا راح نديروا درس على الجداء السلمي، ورانا راح نديروه مختلف قليلا على الدروس اللي مالفين نديروهم. يعني راح نحاول انني ندير لكم الدرس بالمفاهيم والتعريفات تاعو، ومع الاخر تاع الدرس كامل رانا راح نحاولوا اننا نديروا تمرين يكون شويه شامل ويكون شويه طويل. داكوغ. دونك نبداو اول حاجه نعرفوها حنايا هنايا هو الجداء السلمي. وشنو الجداء السلمي؟ هو عدد حقيقي يتعلق بماذا؟ يتعلق بشعاعين دائما. دونك اول حاجه نبداوها هو تعريف الجداء السلمي. تعريف الجداء السلمي. تري بيان. واش قلنا هو عدد. كيف هو؟ عدد حقيقي يكون متعلق بماذا؟ متعلق بشعاعين. دونك نقولوا الجداء السلمي لشعاعين. الجداء السلمي لشعاعين هو عدد حقيقي. كيف نكتبوا هذا العدد الحقيقي؟ هو جداء تاع شعاعين نورمال، معناتها U مضروب في V. عنده واحد القيمة معروفة تاعو اللي هي وشنوها؟ اللي هي انه الشعاع U كي نضربوه في الشعاع V واش راهو رايح يمد لنا النتيجة؟ راهو رايح يمد لنا طويلة الشعاع U مضروبة في طويلة الشعاع V مضروبة في ماذا؟ في كوسينوس الزاوية المحصورة بيناتهم. دونك كوسينوس U V. داكور؟ هذا ما كان لا حاجة صعيبة ولا والو. اوكي. دونك مثلا عندكم هكا، مثلا نقولوا جو سي با، مثلا نقولوا شعاع منا ويا سيدي ها، مثلا نقولوا الشعاع هذا الطاولة تاعو زوج، مثلا الشعاع هذا الطاولة تاعو 1/2 ولا نديروا حاجة ها، نديروا هكا مثلا هذا نقولوا الطاولة تاعو 3، وهذا مثلا ولا صبروا ها نديروا هذا الطاولة تاعو 2، نقولوا مثلا هذا الطاولة تاعو 3 والزاوية المحصورة بيناتهم هي نقولوا مثلا π/3. هذا الشعاع U وهذا الشعاع V. لو كان نحبوا نديروا U فوا V اللي يسموه بالفرنسية لو برودوي سكالير، يعني الجداء السلمي، واش نديروا طويلة الأول يعني 2 مضروبة في طويلة الثاني يعني 3 مضروبة في كوس الزاوية المحصورة بيناتهم يعني π/3. ورانا رايحين نلقاو عدد. دونك 2 في 3 نلقاوها تساوي لنا 6. أما كوسينوس π/3 اللي هي الزاوية الفوقانية قاعد تساوي لنا 1/2، معناتها راهي رايحة تمد لنا واش؟ راهي رايحة تمد لنا 3. دونك نديرو هنا الدائرة المثلثية تاعنا هكايا، تشوفوا لي الدائرة المثلثية تبعكم بارتو. π/3 راهي رايحة تجينا هنايا. دونك فوالا كوسينوس تاعها يساوي 1/2، وها والكسينوس تاعها جذر 3/2. وهذا ما كان. وشنو الجداء السلمي؟ سي بون متفاهمين؟ ايوه متفاهمين. وعنده بعض الخواص ولا بعض الحالات الخاصة اللي لازم أيضا حنا نهضروا عليها. دونك نقولوا حالات خاصة. صح. فرضا يكون عندك هذوما الشعاعين يكونوا مرتبطان خطيا. مثلا يكون عندك شعاع هكايا U ويكون عندك مثلا شعاع هكايا V. واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا باللي راهم مرتبطان خطيا وراهم في نفس الاتجاه. معناتها الكوسينوس اللي بيناتهم يساوينا 1. داكوغ. لماذا؟ لأنه كان نروح نحكم أنا الآلة حاسبة هنايا ونكتب فيها كوس الزاوية المستقيمة اللي هي بي ولا 2 بي، راهي راح تمد لنا 1 ولا ناقص 1. داكوغ. دونك نشوفوا بالليك ما بين U و V نشوفوا 2 بي ولا بي اللي هي إما راك رايح دير هكايا باش توصل لهنايا، إما راك رايح دير هكايا باش تعاود توصل لهنايا. واش رانا رايحين نقولوا بأن U فوا V راهو رايح يساوي لنا طويلة U مضروبة في طويلة V، شرط أن يكون ماذا؟ أن يكون U و V لهما نفس الاتجاه. دونك كوس U V يساوي لنا 1، معناتها رانا وين؟ رانا في نفس الاتجاه. صبروا نجيب هذوما لهنا. كي نكونوا في نفس الاتجاه واني فهمتكم علاش، لانه على بالكم لي كوسينوس تاع 2 بي راهو يساوي لنا هاي لي كوس تاع 2 بي راهو يساوي لنا واش؟ راهو يساوي لنا الواحد. داكوغ.
صح. دونك على بها نقولوا كوسينوس هذه تساوي لنا الواحد، باسكو حنا الزاويه المحصوره باش نروح من الاو، هاني من الاو من هنايا باش نوصل للفي، واش راني حندير؟ ندير دوره كامله، ندير دوره كامله باش نقدر نعاود نطيح في نفس الاتجاه. اوكي. اما اذا ما كانش عندهم نفس الاتجاه، دونك او سكالير في واش يولي يساوي لنا؟ يساوي لنا ناقص او مضروبه في في. لماذا؟ لأنه كوسينوس الزاوية المحصورة بيناتهم راهو رايح يكون يساوي لنا ناقص واحد، دونك كوس او في راهو رايح يكون يساوي لنا ناقص واحد، لأنهم مختلفان في الاتجاه. دونك أنا مثلا يكون عندي هكايا، يكون عندي في و او بريم مثلا، نقولوا او بريم راهو يجيني من هنايا، الزاويه المحصوره بيناتهم شوفوا في، ندير نص دوره برك راني رايح نعاود نطيح في الاتجاه الاخر. داكور. دونك يكونوا متعاكسين في الاتجاه احتاج فقط الى نصف دوره، وكوس تاع بي يولي يساوي لنا واش مباشره بالآلة الحاسبه او بالدائره المثلثيه يساوي لنا ناقص واحد. سي بون؟ متفاهمين في هذه ولا ماشي متفاهمين؟ تري بيان. صح. دونك درنا حاله خاصه، هذه هذوما الزوج تعتبر حاله نفس الحاله خاصه نقدروا نقولوا عليهم. عندنا حاله واحده اخرى وهي حاله باينه، انه لو كان يكون عندكم الشعاع او سلمي مع روحه، دونك نكتبوها هكايا افضل، او سلمي مع او، واش راهو رايح يمد لنا في هذه الحاله؟ راهو رايح يمد لنا الشعاع او مربع، او بالاحرى راهو رايح يمد لنا مباشره الطاوله مربع، دونك طاوله مربع. داكور. داكور. هذا ما كان. عندنا حاله خاصه اخرى ولا نقدروا نديروها من ضمن المبرهنات. واش يقول لكم؟ يقول لكم اذا كان او في شعاعين واش راهو رايح يمد لك. عندنا هذه القاعده ممكن نحتاجها في التمارين اللي تقول لك او سلمي في، او سلمي في، وهنا تحتاجوا بزاف تمارين باش تقدروا تميتريزيو هذوما. تساوي لنا نصف ماذا؟ نصف واحد الحاجه اللي هي الطاوله تاع او مربع زائد الطاوله تاع في مربع ناقص الطاوله تاع ماش؟ تاع الفرق بيناتهم، تاع او ناقص في الكل مربع. مبرهنه سي تخي غاغ رانا رايحين نستحقوها، مي رانا رايحين نستحقوها. دونك هذا التعريف تاع الجداء السلمي عرفناه كيكون عندنا ماذا؟ كيكون عندنا اشعه، وشفناها هذه في العديد من التمارين من الدروس عفوا. شفناها في المرجح. المرجح عرفناه بعلاقه شعاعيه، ثم رحنا الى علاقه تحليليه اللي فيها الاكس والايكغاك يعني الفاصله والترتيبه. درناها في التحاكي، بدينا التحاكي بعلاقه شعاعيه ومن بعد شفنا كيفاش نعرفوه تحليليا يعني بالفاصله والترتيبه. نفس الشيء رانا رايحين نديروه هنايا نقدروا نهضروا على الجداء السلمي ماذا كيف تحليليا. واش معناتها كي نقولوا تحليليا؟ معناتها رانا في الهندسه التحليليه. الهندسه التحليليه هي الهندسه وين نكونوا داخل المعالم، يعني نكون المستوي نزودوه بماذا؟ بمعنى متعامد ومتجانس. من قبل في الاشعه نكونوا نخدموا فقط في المستوي، ومن بعد المستوي واش نديروا له؟ نمدوا له معلم، غير نمدوا له معلم ندخلوا فيما يسمى بالهندسه التحليليه اللي فيها الفاصله والترتيبه. هذا ما كان. دونك بالنسبه للعباره التحليليه للجداء السلمي واش راهي رايحه تمد لنا؟ عباره تحليليه للجداء السلمي. اوكي. فرضا يكون عندي انايا او هو اكس يكغيك، يكون عندي في هو اكس فتحه يكغيك فتحه. دونك الجداء السلمي تاعها واش راهو رايح يمد لي كقاعده؟ او سلمي في راهو رايح يساوي الضرب فقط، ضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا. دونك راهو رايح يمد لنا اكس مضروبه في اكس فتحه زائد ايكغيك مضروبه في ايكغيك فتحه. دونك كي نديروا هذا سلمي هذا واش نديروا؟ نضربوا الاكسات ونزيدوا لهم الجداء تاع الايكغاكات. هذا ما كان. داكور. دونك هذه هي تعتبر مبرهن عنها برهان، وما هو الشرط اننا نديروا البرهان تاعها، وهو سهل تقدروا نتوما ديروه ديروه لروحكم. اوكي. عندنا ايضا هنايا نروحوا الى بعض الخواص المهمه تاع الجداء السلمي. وشنو هما؟ خلي بالكم بلي التمارين تموت على الخواص التمارين. دونك نديروها هنايا خواص
هاي نبداو نديروهم بالوحده. تخي بيان. او سلمي في، ومعظمهم يكونوا باينين. او سلمي في هو نفسه العكس، لانه جداء سلمي جداء تبديلي، دونك هو نفسه في سلمي او. اوكي اوكي سا ميم شوز. الدوزيام كنا هضرنا عليها. او سلمي روحو، راهو رايح يمد لي الشعاع او سلمي مع روحو، دونك الطاوله تاع او ماذا؟ مربع ديريكتومون. عندي قاعده اخرى اللي تقول لكم لو كان يكون عندكم الفا مضروب في شعاع، واش راهو رايح يمد لنا هنايا؟ نقدر نخرج هذيك الالفا برا، صح؟ هذه كنا درناها من قبل على كل حال، مي بون معليش نديروا قاعده ديريكت تاع الجداء السلمي، والاخرى نديروها بالاصفر وحدها من هيك. اوكي. كي يكون عندكم مثلا الفا او، زعما هذه تكون سلمي مع ماذا؟ تكون سلمي مع في. هذه تكون سلمي مع في. عادي انه الالفا هذيك تخرج لبرا ويولي لنا او سلمي ديريكتومون مع في. وهذه اللي كنت حنكتبها لكم من الاول، باسكو حنا من الاول في الاشعه اللي كنا قريناهم في سنه اولى ثانوي على بالنا باللي الفا او كشعاع ولا كطويله نقدروا هذيك الالفا نخرجوها لبرا، بصح وشنو؟ باستخدام قيمه مطلقه، لانها طويله ما يقدرش الطول يساوي لي عدد سالب، دونك هي نفسها الفا قيمه مطلقه مضروبه في ماذا؟ مضروبه في الشعاع تاعنا طويله. طيب بيان. عندنا ايضا الخواص اللي نعرفوهم من قبل تاع المتطابقات الشهيره يقعدوا لي صالحه هنايا، نقدروا نعاودوا نكتبوهم كامل. دونك او زائد في الكل مربع، واش راهو رايح يمد لنا؟ راهو رايح يمد لنا طاوله الاول مربع، دونك يمد لنا او طويله مربع زائد الثاني طويله مربع زائد ماذا؟ زائد 2 او سلمي في. علما انه هذا او سلمي في نقدروا نعوضوه بماذا؟ نقدروا نكتبوه هنا زائد 2 او مضروب في في مضروب في كوس او زاويه في. داكوغ. دونك هذا سلمي. نتوما غير تشوفوا شعاع نقطة شعاع آخر بيناتهم عملية الضرب مباشرة يدخل في راسكم ماذا؟ التعريف تاع الجداء السلمي. المتطابقة الشهيرة الدوزيام صالحة لا تتغير. نقدروا نرفدوا هذه ديريكتومون ونعاودوا نحطوها لتحت، فقط في بلاصة الزائد رانا رايحين نديرو ناقص. دونك المتطابقة الشهيرة رقم 2 هي فقط نديرو هنا ناقص ونديرو هنايا ناقص، ما حتى حاجه راهي رايحه تتبدل. ومتطابقه الشهيره رقم 3 هي ايضا راهي رايحه تقعد صالحه. دونك يكون عندنا او ناقص في مضروب في او زائد في، و سي تري 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 غاغ وراكم رايحين تلاقاو بهذوما في التمارين. مي المهم حنايا نديرو كاع تيك الخواص اللي ممكن انها تكون. دونك تساوي لي الاول مربع ناقص ماذا؟ ناقص الثاني مربع. اوكي. وكاينه حاجه واحده اخرى نزيدوها في التذكير هنايا، كيف كنتو قريتوها السنه الرابعه متوسط ممكن، انه او طويله واش يساوي لي تحليليا؟ يساوي لي جذر ماذا؟ اكس مربع زائد ايغريك مربع. هذه الفكره تاع الطول بزاف رانا رايحين نستحقوها. وعندنا واحد الخاصيه هامه جدا نقدروا نديروها وحدها على برا، تال مهمه جدا ونستعملوها بالبزاف، وهي الخاصيه تاع التعامد، واللي نستعملوها ايضا في الاسقاط العمودي، ونستعملوها في حل التمارين وايجاد معادله مستقيم وبزاف حاجات. واش تقول لنا هذه الخاصيه؟ تقول لك باللي كي يكون عندك شعاعين متعامدين الجداء السلمي تاعهم كيف يكون معدوم. شوفوا يكون عندكم مثلا هكا هاوليك او في مثلا، ولا يا سيدي نديرو مثلث نديرو ا بي سي، باسكو هذه هي اللي طيح في التمارين جينيرالمون. بعد يقول لك عطيني طبيعه المثلث. هنايا لو كان نحوسو نديرو ا بي سلمي مع ا سي، واش تساوينا؟ تساوينا طول ا بي مضروب في طول ا سي مضروب في كوس ا بي ا سي. هذا هو التعريف تاع الجداء السلمي.
هذه الزاوية اللي راهي هنايا وشنو هي 90 درجة. دونك 90 درجة هي نفسها الزاوية بي على 2. دونك واش تساوي لنا هنايا؟ تولي تساوي لنا ا بي طول ضرب ا سي طول ضرب كوس بي على 2. وانتوما وانا على بالي واش؟ على بالنا باللي كوس بي على 2 تساوي 0. كنروحو نرسمو دائرة مثلثية فوالا، وراه رايح يجينا البي على 2 راهو رايح يجيني هنا سينوس بي على 2 يساوي لي 1 والكوسينوس اسقاط عمودي يساوي لي 0. معناتها هذه هي القيمة تولي تساوي 0. الصفر عنصر ماس في مجموعة الأعداد الحقيقية، معناتها راح يدي معاه الأ سي ويدي معاه الأ بي اي وفينال النتيجة واش راح تمد لنا؟ راح تمد لنا 0. معناتها واش نكتبوا هنايا؟ نقولوا انه يو سلمي في تساوي 0. ماذا نستنتج من هنا؟ يكافئ يعني العكس صحيح. يكافئ ماذا؟ انه يو يعامد في. دونك اذا كان يو يعامد في معناتها الجداء السلمي معدوم، والعكس صحيح. اذا كان الجداء السلمي معدوم نستنتج مباشره انه هذوك الاشعه تاعنا وشنو هم؟ عباره عن اشعه عباره عن اشعه متعامده. داكور، هذا ما كان واش نقدروا نستنتجوا من هنايا. اوكي دونك هضرنا على الاشعه المتعامده، قلنا نستعملها ايضا في الاسقاط العمودي، درنا الخواص تاع الجداء السلمي مع المتطابقات الشهيره. عندنا خواص اخرى نقدروا نستعملوهم اللي هما، ولا نقدروا نجوزوا النقطه اخرى مباشره وهي تطبيقات الجداء السلمي. وما واستناونا برضو في الاخير انا راح ندير لكم تطبيقات. اوكي دونك لانه الدرس ماشي طويل بزاف، والحاجه اللي ماشي طويل بزاف هو فيه بزاف قوانين والقواعد، قانون قاعده دونك اللي مهم لكم كامل الافا ونستعملوهم ضربه واحده. دونك نجوزوا لهنا الى تطبيقات الجداء السلمي. تطبيقات الجداء السلمي، ونحاول انه الفيديو ما يكونش طويل، يعني دائما هكذايا المبدا اننا نديروا ليسونسيال. اوكي تطبيقات الجداء السلمي. اولا عندنا واحد التعريف بسيط اللي هو نورمالمون جامي قريتو هذايا، اللي هو الشعاع الناظمي. بالك قريتوه في الفيزيك، نورمالمون قريتوه في الفيزيك. الشعاع الناظمي في الفيزياء مالفين دائما كي ترسموا هكذايا جسم ديروا مثلا هنايا الثقل ديروا له رد الفعل هنا وتسموه ان. هذا هو الشعاع الناظمي اللي هو لا نورمال. واش معناتها؟ معناتها هو شعاع يكون عمودي على المستوي، ماشي شرط المستوي، يعني يكون عمودي على ماذا؟ على مستقيم اخر. اوكي نعيطوا له لا نورمال. دونك هذاك هو الشعاع الناظمي اللي نفسك تديروه في الفيزياء، لانه كنتوا في سطح مستوي وديروا هكا مثلا جسم يسقط للاسفل ولا يطلع، ديروا له هنا بي الناظمي تاعو، ما كنتوش تطلعوه للفوق، كنتوا ديروا هكا الناظمي تاعو. لماذا؟ لانه راهو رايح يكون عمودي على هذايا. دونك نورمالمون هكاك تديروا، مانيش شافي مليح على الفيزيك، المهم نشوف فيكم برك باللي درتوه ديجا في حياتكم هذا الشعاع. دونك كتعريف له هذا الشعاع الناظمي واش نقولوا عليه؟ نقولوا القول ان، نسموه ان، هاي نسموه القول ان الشعاع ان، واكيد الاشعه غير معدومه لانه على بالكم كان شعاع معدوم ما درنا والو. ان القول ان الشعاع ان ناظمي. لماذا؟ ناظمي لمستقيم دي، ناظمي لمستقيم دي، يعني ماذا؟ يعني ان وش يكون عمودي على، احنا ما نقولوش هنا عمودي على دي مباشرة، وانما نقولوا عمودي على شعاع توجيه دي. لماذا؟ لانه احنا نهضروا على الاشعه، ما نقولش شعاع عمودي على مستقيم، نقولوا مستقيم عمودي مع مستقيم عمودي عليه، ونقولوا شعاع عمودي على شعاع. اوكي دونك سي نديروا واحد الدمج هكذا، شعاع مستقيم على شعاع توجيهه. دوك نعاودوا نشرحوا شويه. ها هو مستقيم دي. اوكي شعاع التوجيه واش معناتها؟ معناتها شعاع توجيه. دونك هو شعاع يكون هكذا قباله، يمد لي الاتجاه تاع المستقيم تاعي، نسميوه مثلا او.
الشعاع النظيمي واش معناتها؟ هو شعاع يجينا هكا، يجينا عمودي على اليمين. بون حنا نقدروا في الخزره نقولوا عمودي على المستقيم، بصح هو اون فغي عمودي على شعاع التوجيه تاع من؟ تاع من؟ تاع المستقيم تاعنا اللي هو دي. هذا هو شكون؟ الشعاع النظيمي. في من نسحقوه؟ نسحقوه في كتابه معادله تاع مستقيم. اوكي، نسحقوه في كتابه معادله تاع مستقيم. هاي نروحوا نديروها، كتابه معادله مستقيم. تفكروا واحد الحاجه. شنو الحاجه اللي تفكروها؟ الحاجه اللي تفكروها معادله مستقيم وشنوها؟ كنا قريناها من قبل. معادله مستقيم هو كل مستقيم في الدنيا راهو رايح يكتب على هذا الشكل، يعني معادله ديكارتيه، لانه عنده معادلات اخرى، معادله تمثيل وسيطي. ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي الصفر. هذه شكون هي؟ هذه معادلة مستقيم. صح، هذه هي معادلة مستقيم. كان الشعاع النظيمي هذا واش ندير به؟ هذا هو الشعاع النظيمي. هاوليك بي هو شعاع نظيمي. معناتها يقدر يجي لك في السؤال واش يقول لك؟ يقول لك اكتب معادلة المستقيم دلتا حيث أن 1 2 ناظمي له ويشمل زوج زيرو. مثلا انت واش دير؟ في بلاصة الأ تكتب هذا الواحد، دونك 1 إكس زائد في بلاصة البي تكتب هذا 2 زائد 2 إيكغيك زائد سي تساوي الصفر. ومن بعد انت عندك النقطة أ تعوضها في الإكس وتعوضها في الإيكغيك. راك رايح نقدروا نديروا مثال. هاي نديروا مثال ديريكت مثلا. هاي نديروا مثال ديريكت. يقول لك اكتب معادلة مستقيم دلتا. بون نكتبوها هنا في جنبها انه الان الناظمي هو ابي حيث ان مثلا نقولوا زوج 1 ناظمي له ويشمل، نقولوا مثلا يشمل نقطة أ إحداثية تاعها مثلا نقولوا 1 0. واش معناتها؟ معناتها أنا نجيب هاي لك المعادلة تاعي كيفاش تكتب. الأول بمعلومة، ها هي زوج واحد. لماذا؟ لأنه على بالي بلي أ بي هو الناظمي تاع من؟ تاع المستقيم. دونك واش تولينا؟ تولينا 2 إكس زائد 1 إيكغيك، دونك زائد إيكغيك زائد سي تساوي الصفر. سي بون. قعدت لي السي هذه كيفاش نلقاها؟ نعوضوا بالأ في المعادلة هذه، دونك تولي لي 2 في أ الإكس تاعها وشنو هو 1 زائد إيكغيك الإكس إيكغيك هو 0 زائد سي تساوي الصفر. معناتها من هنا نستنتج أن سي تساوي لنا ناقص 2، وبالتالي المعادلة تاعي تاع دلتا هي وشنوها؟ هي 2 إكس زائد إيكغيك ناقص 2 تساوي لنا الصفر. وكاين هذه المعادلة نعطوها المعادلة المختصرة اللي هي إيكغيك، نجيبو كلش من الجهة اللي من هيك، ناقص 2 إكس زائد 2. هذه نعطولها المعادلة المختصرة للمستقيم. أما بالنسبة لهذه هاي نكتبها لكم هنا كتذكير، هذه اسمها المعادلة الديكارتية. الديكارتية يعطولها ليكواسيون كارتيزيان. وهذه يعيطوا لها المعادلة المصغرة ولا المختصرة ولا كيما تحبوا. المختصرة، حيث هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنايا هضرنا عليه بليزيوغ فوا في الاشتقاقية ايتو، نسميوه واش؟ نسميوه معامل توجيه. معامل توجيه شكون؟ دلتا. داكور. دونك يكون عندكم مستقيم يكتب على هذا الشكل، دائما ا بي هو ناظمي له. وشكون شعاع التوجيه تاعو؟ شعاع التوجيه تاعو او. شعاع التوجيه تاعو او دائما هو بي ناقص ا، توجور بي ناقص ا. هذه اللي كنت تحوسوا عليها. دونك شعاع التوجيه تاعو هذا هو دائما. اما بالنسبه الدرس انا اون سانتيغاس للشعاع النظيمي. اما بالنسبه لهذوما عباره عن ماذا؟
كامل عباره عن تذكيرات لانه درتوهم العام اللي فات. الشعاع التوجيه كيكون عندكم معادله ديكارتيه تاع مستقيم، وتعلمنا ايضا كيفاش نقدروا نجيبوها بنورمالمون 4 طرق مختلفه. نقدروا نجيبوا معادله تاع مستقيم. ودوكا راكم تعرفوا طريقه اخرى اللي هي باستخدام الشعاع الناظمي. اوكي، انه نقدروا نجيبوا مثلا معادله مستقيم علمت منه نقطتان، علمت نقطة وشعاع توجيه يوازي مستقيم آخر. دونك عندنا بزاف طرق نقدروا نجيبوا بهم معادلة المستقيم. في الأخير أنا رايحين نديروا تطبيق على هذا الأمر. أوكي أوكي حاجة واحدة أخرى هنايا نتعلموها هي معادلة دائرة. كنت درتها لكم في الزوم في التحاكي، بصح نعاودوا نهضروا عليها هنايا. معادلة دائرة، صح، معادلة دائرة. معادلة دائرة كيفاش راح نديرو هنا؟ معادلة سامبل هي تساوي إكس، نقولو مثلا سي إكس ناقص إكس صفر مربع زائد إيغغ ناقص إيغغ صفر مربع تساوي إغ مربع. معناها واش نقولو؟ نقولو هذه معادلة دائرة. معادلة دائرة واش؟ مركزها وشنوه؟ أوميغا إكس صفر إيغراغ صفر، وطول نصف قطرها R. نصف قطرها R. علاش؟ نتوما راكم عارفين واحد الحاجة، باللي الخواص المميزة في دائرة هما زوج، هما المركز وطول نصف القطر. نمد لكم هنايا مثال بسيط، نعاود نروح نجيبو اصلا من هذاك المثال اللي درناه تاع التحاكي. فوالا هاي لك معادله. هنايا شوفوا واش راني ندير لكم في المثال هذا. ندير لكم مثال مختلف قليلا. انا نمد لكم معادلات هاديه، نقول لك هل هذه معادله دائره، ونقول لك بين. اصبروا هكا نقول لك، نقول لك بين أن نسموها أو مثلا، أو معادلة دائرة مركزها لا يطلب تعيين عناصرها المميزة. صح، انتوما دايما كاين طريقة للعمل. هذه لكم تشوفوا فيها هنا لازم ترجعوها على هذا الشكل. شرط ماذا؟ شرط انه الاغ هذا يكون موجب، لانه اذا الاغ هذا ما كانش موجب ما كانش كيفاه، ما يقدرش يكون نصف قطر سالب، ما يقدرش يكون نصف قطر سالب. معناها الى هذه قدرنا نرجعوها على هذا الشكل بحيث الاغ لقيناه موجب، نكتبوها هنا، بحيث الاغ لقيناه موجب مباشره نستنتج ماذا؟ نستنتج انها معادله دائره. لو كان تلقاو الاغ سالب تقولوا له لا هذه ماشي معادله دائره، معادله ما على بالناش شنوها. كيفاش انا رايحين نديرو؟ كاين واحد الطريقه جيده. اولا نستفوا الاكس والايكغ. دونك هذه واش تولي لنا؟ تولي لنا اكس مربع زائد 10 اكس زائد ايكغ مربع ناقص 6 ايكغ ناقص 2 تساوي الزيرو. استفناهم. دوكا هذه وهذه نحولوها. كيفاش نحولوها؟ عندي واحد الطريقه واش تقول لك؟ تقول لك دائما كي يكون عندك اكس مربع زائد الفا اكس اون فغي، هذه واش تساوي لنا؟ دائما تساوي لنا اكس زائد الفا على 2 الكل مربع ناقص الفا على 2 الكل مربع. علاش؟ لانه هذه راكم تشوفوا فيها هنايا اللي هي اكس مربع زائد 10 اكس. واش نقدر نكتبها؟ نكتبها على الشكل هذا، اكس زائد نقسم على زوج زائد 5 الكل مربع. بصح هذه نلقاها كبيره، لو كان نسينا نشر هذه واش تمد لي؟ تمد لي اكس مربع، هاي ليك واش تمد لي. شوفوا هو تمد لي اكس مربع
زائد هذا مربع، يعني 10 مربع 5 مربع، عفوا هذه لو كان نشرها واش تمد لنا؟ تمد لنا إكس مربع زائد 5 مربع زائد 2 في إكس في 5 زائد 10 إكس. دونك نلاحظوا بلي إكس مربع زائد 10 إكس هما نفسهم هذوما، بصح هذه ما عنديش، على بها هنا لازم نقصها، دونك لازم نقص 5 مربع، دونك لازم نقصوا هنايا 5 مربع باش المعادلة تولي لي متكافئة. هيا حاولوا لي في هذه إيكغيك مربع ناقص 6 إيكغيك، هذه واش تولي تساوي؟ واش قلت لكم ديروا؟ يا أخي نديروا إيكغيك وهذه ناقص ماذا؟ نقسم على زوج، دونك ناقص 3 وندير الكل مربع، وهذه الدخلانية اللي زدتها نعاود نقصها باسكو أصلا راهي زايدة، ناقص ماذا؟ ناقص 3 مربع، ونروحو نعاودو نعوضو. دونك في بلاصة هذه الأولانية إكس مربع زائد 10 إكس نحطو هذه، نحطو إكس زائد 5 الكل مربع، وفي بلاصة الدوزيام نحطو ناقص 5 مربع عفوا، وفي بلاصة الدوزيام نحطو هذه اللي هي إيكغيك ناقص 3 الكل مربع، ناقص 3 مربع وناقص 2 اللي كانت عندي ديجا في المعادلة. دونك هذه واش تولي لي؟ تولي لي إكس زائد 5 الكل مربع زائد إيكغيك ناقص 3 الكل مربع. وهذه الأمور أصلا تعلمناهم العام اللي فات في شكل نموذجي، يعني أونتر بارونتيز، وهادو ما كي نجمعهم دونك ناقص 25 ناقص 9 ناقص زوج تمد لي ناقص 36، ناقص 36 تساوي الزيرو، ندو 36 من هيك، دونك هذيك فاش تكتب؟ ها إكس يا أخي ناقص 5 صح مربع زائد إيكغيك ناقص 3 مربع تساوي 36 هي في الحقيقة 6 مربع. أنا لاحظوا بلي هذه تكتب إكزاكتومون على شكل ماذا؟ على شكل معادلة دائرة، بحيث ماذا؟ دونك نقولوا معادلة دائرة وشنوها؟ العناصر المميزة مركزها، يا أخي مركزها واضح هو هذا، ها هو مركزها أوميغا ناقص 5 3 طول نصف قطرها هو R تساوي 6. هذا ما كان. فرضا لقيتو هنايا 3، لقيتو هنا 3 مثلا، واش ديروا؟ ديروا لها الجذر وديروا لها التربيع، دونك نصف قطرها هو جذر 3، اوكي، لانه لازم تخرج لكم هنا عدد فوق مربع، يعني ماشي شرط يخرج لكم مربع تام، يقدر يخرج لكم جذر 3 مثلا 3 عفوا مثلا، انتم واش ديروا له؟ ديروا له الجذر وزيدوا له التربيع، كل اللي ما درتوا والو يولي لكم هذا الدخلاني هو اغ. وهذه بالممارسه والتمارين هي اللي راكم رايحين تتعرفوا على هذوما الاشياء، سينو ما راكمش رايحين تتعرفوا عليهم، اوكي، مستحيل انكم تعرفوا عليهم. سورتو هذه الفكرة مهمة جدا جدا جدا، اوكي جدا هذه الفكرة مهمة. اوكي واش عندنا ثانيت؟ معادلة الدائرة، نقدروا نديروا في معادلة الدائرة، نقدروا نديروا جزء آخر من الدرس هنايا، شنو هو معادلة الدائرة علم قطرها. معادلة دائرة علم قطرها. نفكركم في السؤال، هاي تفكروا السؤال، عندكم هنايا دائرة قطرها AB، ولا اصبروا نرسم الدائرة بعد القطر. دائرة هاهي أبوبري قطرها AB، هذا شكون هو قطر الدائرة AB صح. اسكو تشوفوا بكري كنا قرينا واحد الحاجة، قلنا أي نقطة تنتمي إلى محيط الدائرة فإنها واشن، فإنها واشن. أي نقطة تنتمي إلى محيط الدائرة يشكل هنا مثلث قائم، بحيث قطر الدائرة هو وتره. مثلا نديروا هنا ام، مثلا نقطة هنا ام، شوفوا منا لهنا ومنا لهنا، اكو تشوفوا فيها الزاوية القائمة راهي راح تشكل لي مثلث قائم. فرضا الام نديروها هنا كيف حتشكل لي مثلث قائم، منا لهنا
من لهنا ومن لهنا راهي راح تشكل لي واشن مثلث قائم. فرضا يا سيدي الآن نديروها هنا نفس الشيء، من لهنا راهي راح تشكل لي واش مثلث قائم. يا سيدي روح نديروها هنا الآن سوا في النص هنا كيف حتشكل لي مثلث قائم. من لهنا تشكل لي واش تشكل لي مثلث قائم. معناتها ماذا نلاحظ؟ نلاحظ دائما أنه ام ا ام بي متعامدان. هذه الملاحظة الأولى، ام ا ام بي ولا ام ا يعامد ام بي. ماذا نستنتج من هنا؟ مثلث قائم أكيد ضلعه القائمان بين يكونوا متعامدين، بس الزاوية المحصورة بيناتهم تساوي 0. إذا واشن كيكون عندكم مجموعة نقط معناتها ام ا سلمي ام بي، واش قلنا عليهم كيكونوا متعامدين؟ يساوي لنا الزيرو. دونك الا كانت عندكم مجموعة نقاط وخرجتوا في هذه النتيجة مع الاخر، واش رانا رايحين نقولوا هنايا؟ رانا رايحين نقولوا بلي هذه مجموعة نقط ماذا تمثل؟ تمثل دائرة قطرها ا بي. يقدر يمد لكم مجموعة نقط هكا، مثلا يمد لكم تاع المرجح، يمد لكم هذيك ام ا مثلا زائد ام بي ناقص زوج ام سي مثلا هكذا فرضا. جو سي واش حيمد لكم مضروبه في ام حاجه، ولا انتم تبسطوا هذه تلقاو زيرو في النتيجه النهائيه مثلا تلقاو هذه. يقول لك وشنو هي مجموعه نقط؟ تقولوا فوالا هي دائره مباشره، غير تشوفوا هذه نعرفوها على اساس ماذا؟ على اساس انها دائره. دونك نقدروا يكون عندنا دائره معرفه بقطرها، انه كي نكون عارف قطر الدائره نقدر نجبد المركز. كيفاش نجبدوا المركز؟ كيفاش نجبدوه؟ ما تنساوش حاجه، بانه دائما اكس اي اللي هو المركز واش يساوي لنا؟ يساوي لنا اكس ا زائد اي بي. نكتبه لكم عفوا، هاي نكتبوه، ولو انه وقتاش قريناه في السوام انتم ما تحبوش كي نقول لكم على بالي. نقولوا هذه اي مثلا هي المنتصف، هو المركز. دونك اكس اي يساوي لنا اكس ا زائد اكس بي على 2، و اي كيف يساوي لنا اي ا زائد اي بي على 2. دونك نقدروا نعرفوا واش؟ نقدروا نعرفوا المركز ونقدروا نعرفوا نصف القطر. هذه لا دومونداه لنا. كيفاش نعرفوا نصف القطر هنايا؟ شوفوا هذوما ماهمش اجزاء من الدرس، واش راني ندير لكم؟ راهم افكار تاع تمارين، داكوغ. الا كان قال لي نصف القطر واش معناتها؟ نصف القطر واش يساوي في هذه الحاله؟ هو نفس الطول اي بي هو نفس الطول اي ا، داكوغ. هو نفس الطول من لهنا اي بي هو نفس الطول اي ا. دونك دبروا يسانكم، تحبوا تحسبوا اي بي تحبوا تحسبوا اي ا، ماهوش كاين اشكال. المهم تعطيونا نصف القطر واش باستخدام القانون ماذا؟ تاع الطول. هاوليك اللي كتبته لكم هنا، استخدام القانون تاع الطول اللي كتبته لكم هنا. نزيد لكم واحد الملاحظات تعاونكم في التمارين وايضا ما كاش في الدرس، نصبروا نديرهم هكا. الوغ ملاحظات شنو هم؟ اولا مركز الدائرة المحيطة بمثلث قائم هي منتصف الوتر. كيف قريناها في السؤال. هاوليك مثلث قائم كنت تشوفوا فيه، هذا مثلث قائم. مركز الدائرة المحيطة به ما كنتش تشوفوا فيه هي نفسها منتصف ا بي، و ا بي هو نفس الوتر، داكوغ. دونك دائما يقدر يمد لك مثلث. كيفاش يجي التمرينه؟ يمد لكم ا بي سي نقاط نورمال، يقول لك احسب الجداء السلمي ا بي ا سي، تلقاه زيرو، تقولوا اوكي معناتها ا بي ا سي زيرو، تحسب الجداء السلمي ا بي ا سي تلقاه زيرو، معناتها هذا 90 درجه، معناتها مثلث قائم. هاوليك من بعد واش يقول لك؟ يقول لك اوجد مركز ونصف قطر الدائره المحيطه بمثلث ا بي سي. واش تقول له؟ تقول له بالليك بما ان المثلث قائم فان الدائره المحيطه به مركزها راح يكون منتصف الوتر وطول نصف قطر. ها هو من لهنا او من لهنا تحسبوه، او من لهنا، يعني هذا نصف قطر، هذا نصف قطر، وهذا نصف قطر.
ولو كان يمد لكم مثلث متقايس الاضلاع عندي مبرهنه واحده اخرى. واش نقولوا مركز الدائره المحيطه بمثلث متقايس الأضلاع هي شكون؟ هي مركز ثقله. حيث يمثل مركز ثقل المثلث متقايس الأضلاع وشنو؟ مرجح الجملة. شكونها المثقلة؟ شكونها الجملة المثقلة؟ هي A ألفا، B ألفا، سي ألفا. جينيرالمون الألفا هذيك تكون واحد. دونك باش تقدروا تلقاو المركز هنايا مثلا يمد لكم هكا مثلث متقايس الأضلاع، مركز ثقله هو الدائرة المحيطة بالمثلث. كيفاش نلقاوها هذه الجي؟ إكس جي واش تساوي؟ تساوي إكس أ زائد إكس بي زائد إكس سي على 3. هاي نقدر نكتبها لكم صغيرة هنايا يا سيدي. ولو أنه قريناها غير ما في المرجح. شفتوا بليك الرياضيات متعلقة بزاف ببعضها، والعام الجاي تسحقوهم تان هادوما سون بيتي، تسحقوهم فريمون بزاف. الوغ إكس أ زائد إكس بي زائد إكس سي على 3، و إيكغيك جي تساوي إيكغيك أ زائد إيكغيك بي زائد إيكغيك سي على 3. أوكي، هادو أفكار تمارين راني مديتهم لكم. أوكي، بزاف سهلين. متفاهمين ولا ماشي متفاهمين؟ متفاهمين، صحيتو. دونك درنا هادي يقعدوا لنا بعض المبرهنات نكتبوهم برك، ومن بعد كنعاودو نشوفوهم في التمارين. دونك نروحوا الى حاجه واحده اخرى اللي هما قوانين حساب الاطوال والزوايا. دونك حساب اطوال واقياس الزوايا. اولا واش عندنا مبرهنة المتوسط. ها هي مبرهنة المتوسط. واش تقول لكم هذه المبرهنة؟ تقول لكم عندكم قطعة AB. ها هي قطعة AB، E منتصف القطعة، E منتصف القطعة، معناتها هذه هنا تساوي هذه هنا، و M نقطة كيفية من المستوي. مثلا شيبا هنا، مثلا هنا M. عندي واحد القاعدة باش نقدروا نحسبوا ماذا؟ باش نقدروا نحسبوا الأطوال هذوما. واش تقول لكم؟ يعني العلاقة اللي تجمع ما بين حصلت لي، يعني العلاقة اللي تجمع ما بين هذوما وشنوها؟ نعيطوا لها مبرهنة المتوسط. انه ام ا مربع، هاوليك ام ا مربع زائد ام بي مربع زائد ام بي مربع واش تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 ام اي مربع زائد 1 على 2 ا بي مربع. اوكي ولا ماشي اوكي؟ اوكي، هذا ما كان يعطوا لها مبرهنة شكون؟ مبرهنة المتوسط. لا دوزيام دي شوز عندنا العلاقات المترية في مثلث. شنو العلاقات المترية في مثلث هذوما؟ او ما يعرف انتم تسميوها مبرهنة الكاشي. انا نكره هاد الاسم، يا ربي شحال نكرههم. مبرهنة الكاشي. هذه مبرهنة الكاشي راح تخليكم تحسبوا الأطوال في مثلث كيفي، ماشي كيفي مي كيفي بلا ما يكون قائم زعما نعرفوا نحسبوا فيثاغورس ولا، بصح لازم يكون عندكم بعض المعطيات منه باش تقدروا تعرفوه، اللي هما قطر ضلعان والزاوية اللي تكون محصورة بيناتهم. أوكي صح. مبرهنة الكاشي هذه واش تقول لكم؟ عندنا مثلث، ها هو
نختارو مثلث هكا A B C. مثلث A B C، مثلث A B C نورمال، وعندكم الزوايا تاعو نورمال. هذه الأمور هنا واش تقول لك؟ ناخذ مثلا طول، ناخذ هذيك لو في الأرض بي سي مثلا، بي سي مربع، واش تساوينا؟ تساوينا دائما الفرق تاع الضلعين الاخرين مربع، هذا ما كان. معناتها هذا بي سي واش يساوينا؟ يساوينا ا بي ناقص ا سي الكل مربع. اوكي اوكي. دونك هذا واش يساوينا؟ يساوينا ا سي ناقص ا بي، بون كيف كيف يعني تقلبوهم كيف كيف، الكل مربع. معناتها واش اللي يساوينا؟ ولا هاي علاش نديروهم كامل هكذا، نديرو هنا وحده. معناتها واش اللي تساوينا؟ يا اخي قلنا بليك العلاقات هذوك تاع الجداء تاع يا ربي واش اسمهم، متطابقات الشهريه يقعدوا صالحه. معناتها هذا واش يساوي؟ يساوي ا سي مربع زائد ا بي مربع ناقص 2 ا سي ا بي. وهذا ا سي ا بي كنت هدرتها لكم قبيله، هذا نقدروا نكتبوه على شكل ماذا؟ على شكل سلمي. اوكي ولا ماشي اوكي؟ اوكي. معناها واش يولي يساوي لنا في هذه الحاله؟ يولي يساوي لنا ا سي مضروبه في هاي ا سي مربع زائد ا بي مربع ناقص 2 واشن هذا جداء سلمي هو ا سي ا بي كوس الزاويه المحصوره بيناتهم، يعني كوس ا سي ا بي. دونك لو كان يكون عندكم هذا الطول طولين والزاويه المحصوره بيناتهم، راكم رايحين تقدروا تلقاو الطول الثالث مباشره. بنفس الطريقه رانا رايحين نقدروا نلقاو طول واحد اخر، مثلا هاي نسيو ا سي. واش قلنا؟ ا سي مربع، قلنا هو فرق الضلعين الاخرين. انا مادام راني في ا سي نديرو فرق الضلعين الاخرين. دونك ا سي معناتها واش نديرو ا بي مربع عفوا ا بي ناقص بي سي مربع. دونك اش راهي راح تساوي لي هذه؟ راهي راح تساوي لي ا بي مربع ناقص بي سي مربع زائد عفوا ناقص 2 ا بي جداء بي سي. وهذا سلمي، معناتها واش تولي تساوي لنا؟ تساوي لنا ا بي مربع زائد بي سي مربع ناقص 2 ا بي بي سي كوس ا بي بي سي. هذا مكان. انت هذه نقدر نحطوها هنا، هذه نطلعوها لهنا. ونقدروا نديرو الضلع الاخر، هايا نديروه نخليه لكم. الوغ درنا بي سي ا بي. دونك ا بي مربع واش يساوي لنا؟ يساوي لنا الفرق الضلعين الاخرين. دونك ا سي ناقص بي سي مربع، يعني ا سي مربع زائد بي سي مربع ناقص 2 ا سي بي سي. شاهي هذه؟ هي ا سي مربع زائد بي سي مربع ناقص 2 ا سي بي سي كوس الزاوية ا سي بي سي. هذا مكان. وكاين في المراجع ولا يبدلوا، هذا اسمه ا وهذا اسمه بي وهذا اسمه سي وهذه اسمها ا شابو وهذه اسمها سي شابو
بصح انا خلينا ما علاش راهم ا بي سي، خليهم ا بي سي، علاش نبقى نسمي ونعاود ونسمي ونعاود، ما عندها حتى معنى. هذا ما كان بالنسبة للعلاقات المثالية في مثلث أو ما يسمى بمبرهنة الكاشي. عندنا قاعدة المساحات وقاعدة الجيوب، نزيدو نديروهم. قاعدة المساحات، قاعدة المساحات، قاعدة المساحات وشنو هي؟ صح. دونك في المثلث تاعنا ا بي سي اللي يكون كيفي كيما المثلث الاخر، المساحه واش تولي تساوي لنا اس، مثلا ما عنديش طول ارتفاع حاجه باينه ولا، دونك تولي تساوي لي 1/2 في طولين مثلا والزاويه المحصوره بيناتهم. دونك مثلا ا بي ديريكت طول يا سيدي، بلا ما نديرو هذيك باسكو علاش طول تقدروا تكتبوا هكا ديريكت، تقدروا ديروا له شعاع وديروا له هكايا، هذا هو نفسه هذا. اوكي سا ميم شوز. دونك ا بي في ا سي مضروب في كوس ا بي ا سي، في سينوس عفوا، مضروب في سينوس ا بي ا سي. نفس الطريقة بالنسبة للآخرين. دونك المساحة أيضا تساوي 1/2، ناخذ ضلعين واحد أخرين، دونك ا بي و بي سي، دونك ا بي بي سي في سينوس الزاوية المحصورة بيناتهم ا بي بي سي، ولا تساوي 1/2، دونك ا بي ا سي ا بي بي سي ا سي بي سي، دونك ا سي بي سي سينوس ا سي بي سي، ا سي سي بي باردون، ا سي سي بي في المثلث، سينوس ا سي سي بي. هنا ما غلطناش لا في الاتجاهات، صبروا نشوفوا ا سي ا بي اوكي، ا بي بي سي اي، وهنا ا سي ا سي ماشي بي سي، سي بي هنايا، نديرو سي بي. سي بون. هذوما بالنسبة للعلاقات تاع المساحات. دونك ساهلين، هما 1/2 ضلعين والزاوية المحصورة وسينوس الزاوية المحصورة بيناتهم. وعندنا في نفس السبيكتر هدايا قانون تاع الجيوب. خلي على بالكم سينوس وكوسينوس اسمهم جيب وجيب تمام. هادو تاني سون ان بو غاغ في التمارين مي بون. دونك العلاقات ما بين الاضلع وشنو هم؟ هو كي نحكموا بي سي يعني شغل يشبهوا العلاقات تاع طاليس. ودونك كي نحكموا الضلع بي سي ونقسموه على الزاوية اللي من هيك اللي هي سينوس، الو قلنا بي سي هاوليك المثلث تاعنا. دونك كي نحكموا هنايا دائما الطول هذا مثلا بي سي ونقسموه على ماذا؟ نقسموه على سينوس الزاوية المجاورة المقابلة اللي هو هذايا الرأس راهو رايح يمد لنا واش؟ راهو رايح يمد لنا نفسه كي نحكموا هذا ونقسموه على سينوس الرأس سي، وراهو رايح يمد لنا نفسه كي نحكموا هذا ونقسموه على رأس السينوس على سينوس الرأس المقابل اللي هو بي. دونك هنا نقدروا نستعملوا الرأس مباشرة على سينوس المقابل اللي هو الرأس تساوي الطول الآخر اللي هو AC على سينوس الرأس المقابل اللي هو B، وتساوي AB على سينوس الرأس المقابل اللي هو C. تو كور هذا ما كان.
دونك فيما يخص هذوما المبرهنات رانا رايحين نستعملوهم في من؟ رانا رايحين نستعملوهم في ايجاد الاطوال. معظم الاحيان رانا رايحين نستعملوهم في ايجاد الاطوال. عندنا حاجه واحده اخرى هنايا نتعلموها، وهذه حاجه ايضا مهمه جدا، ونشوفوا التطبيق تاعها وشنو هي. المسافه ما بين واش المسافه ما بين نقطه ومستقيم. المسافه بين نقطة ومستقيم. الو يكون عندنا مستقيم، نعرفوا المعادلة تاعو. دونك نقولوا دلتا معادلة تاعو ا اكس زائد بي يغريك زائد سي تساوي صفر. ونقولوا مثلا عندنا نقطة ا إحداثية تاعها اكس ا يغريك ا. كيفاش نحسبوا المسافة؟ معناتها دي هي ديستانس ما بين دلتا وما بين النقطة تاعنا اللي هي ا، واش تساوي لنا؟ دائما تبعوا مليح واش تساوي. تحكموا ديروا قيمة مطلقة من الفوق وتعاودوا تعوضوا الأ في المعادلة تاع المستقيم. دونك أ إكس أ زائد بي إيكغيك أ زائد سي بالقيمة المطلقة. لماذا؟ لأننا رانا نهضروا على مسافة ما تقدرش تكون سالبة. على جذر ماذا؟ هذاك الشعاع تاعنا على جذر أ مربع زائد بي مربع على جذر أ مربع زائد بي مربع. طري سامبل. مثلا هاي نديرو مثال يا سيدي. ها مثال، قولوا احسب المسافة بين نقطة أ زوج ثلاثة ومستقيم دي ذو المعادلة y تساوي 2x زائد 1. صح. أول حاجة معادلة ماشي هذه، لازم معادلة ديكارتية. دوك رجعهم كاع في طرف واحد. دونك تولي لنا 2x ناقص y زائد 1 تساوي 0. اوكي دونك لا ديستونس واش تساوي لنا؟ قلنا أولا نديرو قيمة مطلقة الفوقة ونكتبوا نفس معادلة تاعنا برك في بلاصة اكس ايكغيك. هذا واش نحطو اكس ايكغيك تاع النقطة. دونك 2 في 2 ناقص 3 زائد 1 على ماذا؟ على جذر أ مربع زائد ب مربع. دونك أ مربع هو زوج مربع اللي هو 4، ب مربع هو ناقص 1 مربع اللي هو 1. دونك المسافة هنا واش تولي تساوي لنا؟ دي واش تساوي؟ هاي نحسبوها. زوج في زوج 4 زائد 1 5 ناقص 3 زوج. دونك زوج على جذر 5. هذا مكان شنو هالمسافة ما بين هذوما الزوج. اوكي هذه نقدروا نستعملوها في واحد الحاجة مهمة أيضا. هذه الحاجة ماهيش داخل الدرس برك رانا نديروها حنايا. فكرة في التمارين. هذه الفكرة تقدر تطيح لكم في التمارين. واش يقول لكم مثلا؟ يقول لك ادرس الوضع النسبي ما بين مستقيم ودائرة. كيفاش نديرو؟ هايا شوفوا، هايا نديروها. الوضع نديروها في إطار واش يقدر يكون عندكم؟ يقدر يكون عندكم دائرة ويكون عندكم مستقيم هنا معناتها لا يتقاطعان مجموعة خالية. يقدر يكون عندكم دائرة ومستقيم يمسها يجي هنا دي سوا غير يتوشيها برك. يقدر يكون عندكم دائرة ومستقيم يدخل فيها ديريكتومون. اوكي نسمو هذه الدائرة سي سيركل بالفرنسية، ونسمو هذايا دلتا. اوكي وعندنا هنايا منا لهنا واش نسميوه؟ نسميوه اغ اللي هو نصف القطر. منا لهنا
اغ اللي هو نصف القطر، كيف من لهنا اغ اللي هو نصف القطر، ومن لهنا اغ اللي هو نصف القطر. هذه سي، هذا دلتا، هذه سي، وهذا دلتا. انا باش نقدر نعرف الوضع النسبي بالنسبه لشكون؟ بالنسبه للمستقيم ودائره. واش راني رايح ندير يا ربي؟ واش راني رايح ندير؟ صح، تبعوا مليح مليح. راني رايح نحسب المسافه ما بين المركز والمستقيم هذا. يا اخي احنا تعلمنا هاي ليك، تعلمنا نحسب المسافه ما بين المستقيم والنقطه، النقطه هذيك نعتبروها المركز. المركز هاي نسموه اوميغا يا سيدي، ها هو نسميوه اوميغا. هنايا كي نحسبوا المسافه دي ما بين اوميغا و المستقيم تاعنا دلتا، شحال رانا رايحين نلقاوها؟ رانا رايحين نلقاوها اكبر من الار. رانا رايحين نلقاوها كبيره على نصف القطر. دونك مادامها نلقاوها كبيره على نصف القطر، وماذا نستنتج هنا؟ اذا كانت مسافه ما بين المستقيم والمركز كبيره على نصف القطر، معناتها راهو بعيد هذاك المستقيم، ما هو بعيد على المركز، معناتها ما يتوشيش، ما يقيسش كاع الدائره، ما يقربش كاع يتكليها. دونك نقولوا بان التقاطع تاع الدائره تاعنا سي والمستقيم تاعنا دلتا ما كان والو، تساوي ماذا؟ تساوي مجموعه خاليه. اما اذا حسبنا المسافه يعني دي اوميغا دلتا ولقيناها اكزاكتومون تساوي نصف القطر، يعني حسبت مسافه من لهنا ولقيتها تساوي سوا اغ، واش معناتها؟ معناتها راهو مماسي في نقطه وحيده اللي نسميها النقطه ا. مماسي هنا في نقطه وحيده اللي هي النقطه ا. دونك واش يمد لي هنا التقاطع تاع سي و دلتا؟ راهو راح يمد لنا نقطه وحيده اللي هي ا. فرضا هنايا حسبنا المسافه ما بين اوميغا وما بين دلتا ولقيناها واش؟ لقيناها اصغر من نصف القطر، او صغير عن نصف القطر، معناتها دخل داخل الدائره. دونك مادام المسافه منا لهنا، شوفوا شحال راهي صغيره، منا لهنا راهي اصغر من نصف القطر، معناتها راهو دخل داخل الدائره. دونك رانا رايحين نلاحظوا باللي راهو رايح يقطعها في نقطتين لتكن هذه ا وهذه بي. دونك سي تقاطع دلتا واش راهو رايح يمد لنا؟ راهو رايح يمد لنا زوج نقاطي اللي هما الأ والبي. سي بون؟ متفاهمين في هذه النقطة؟ متفاهمين في هذه النقطة، علما أنه عندنا بزاف أفكار أخرى يمكن أنها تكون في هذا الدرس. كاين حاجة واحدة أخرى هنايا حبيت نوري لكم. هذه ممكن كنا قرينا جزء منها في كنا قرينا جزء منها وين؟ في الزوايا الموجهة. عندكم واحد الفكرة هنايا ولا واحد النقطة من الدرس يسموها دساتير الجمع. ماشي قاع دساتير الجمع مقررة عليكم، مي اللي راكم رايحين تحفظوهم باسكو حتخدموا بهم هما كوسينوس وسينوس ا زائد بي ا ناقص بي. دونك هذه كوسينوس ا زائد بي ا ناقص بي، هاهم مدلكم كيفاش تحفظوهم. قال لك كوكو سي سي، دونك كوسينوس كوكو سي سي. اوكي، سينوس هو مدلكم قال لكم كيفاش تحفظوهم، سي كوكو سي، هاهم سي كوكو سي. اوكي، ومن بعد دونك هذه كوكو سي سي الا كانت زائد راني ندير بيناتهم زائد، لا بلوتو ندير بيناتهم ناقص، وإلا كانت ناقص ندير بيناتهم زائد، والاخرى سا ميم شوز. دونك اذا كانت بيناتهم زائد هنا ندير بيناتهم زائد، ولا كانت بيناتهم ناقص هنا ندير بيناتهم ناقص. دونك الكوسينوس ا زائد بي هو كوكو سي سي، والسينوس هو سي كوكو سي. هذه هي مقررة عليكم. وعندكم ايضا عندكم ايضا شكون اللي تقراوهم تاني؟ تقراو هذه وهذه اللي هما السينوس سي تاع كيفاش يسموهم العلاقات الخطيه، دونك يكونوا مربع ولا وترجعوهم بلا مربع تاعهم، وتقراو
هذه تاع المضاعفات وتقراو هذه. نورمالمون هذا ما كان العبارات اللي تقراوهم. اما بالنسبه لهذه راح تعاونكم بالبزاف، لانه هذه تقراوها بون قريتوها وكملتو، هذه يا قريتوها وكملتو، هذه يا قريتوها وكملتو، وهذو ما قريتوهم وكملتو تاع الدائره المثلثيه، وهذو ما قريتوهم وكملتو في الدوله المرجعيه، هذو ما تاع الباك، هذو ما قريتوهم في الاشتقاقيه. معناتها هذه فيها كلش، فيها كلش، لانه علاش باينه بلي حنا مادام حنستخدم هذه اكيد حنستخدم دائره مثلثيه، ومادام حنستخدم دائره المثلثيه اكيد نستحق هذوما الزوج، دونك هذا راهو يعتبر حاجه شامله. دونك زعما انا هذوما وين راني رايح نستعملهم؟ تستعملهم مثلا كيقول لك، يقول لك تحقق ان بي على 12 مثلا تساوي بي على 4 ناقص بي على 6. ومن بعد يقول لك احسب كوسينوس تاعها. انت على بالك باللي كوس بي على 12 هي نفسها الكوسينوس تاع هذا اللي هي بي على 4 ناقص بي على 6. دونك تجي دير هنايا بي على 4 ناقص بي على 6 هو نفسه كوس بي على 12 وتعوض. دونك تولي لك كوس بي على 4 في كوس بي على 6 زائد سينوس بي على 4 في سينوس بي على 6. وانت هذوما كاع تعرفهم باستخدام هذا الجدول وتقدر تلقى النتيجة. دونك هذه هي، ونقدروا نتحققوا منها أكيد باستخدام الآلة الحاسبة. أوكي. هذا ما كان يقول لك برك احسب بهم القيمة المضبوطة، وممكن يكون سؤال في آخر التمرين، ما راهوش راح يكون حاجة صعبة. دونك كان هذا هو الدرس تاع الجداء السلمي. هذا واش فيه معظمه مليء بالعلاقات ومليء بالقوانين، مي ما راكمش رايحين تخافوهم، لانه بالتمارين راكم رايحين تقدروا توالفوهم. دوك مباشرة نوجد لكم واحد التطبيق يكون شامل، وين راني رايح نزيد نحلو معكم في هذا الفيديو مام، وبها تقدروا تفهموا بيان الجداء السلمي. راهو درس مهم جدا، تسحقوه العام الجاي في درس اعداد مركبه، وتسحقوه في درس الهندسه في الفضاء. دونك غير فهموه مليح، داكور متفاهمين. نمر مباشره الى التطبيق. دونك فوالا التطبيق الشامل اللي قلنا نديروه. اولا واش مد لكم؟ قال لك مستوي منسوب الى معنى متعامد ومنتجات او اي جي تعطى، مدلنا نقطه ا و بي و سي و دي كامل بالاحداثيات تاعها وتكون معلومه، ومدلنا معادله تاع مستقيم، معادله ديكارتيه. دونك السؤال الاول هنايا كيفاش رانا رايحين نحلوه؟ بسيط جدا. لماذا؟ لانه قال لك احسب الجداء السلمي ا بي ا سي. صح، انا باش نقدر نحسب الجداء السلمي ا بي ا سي لازم نكون عارف هادو ا بي ا سي وشنو هم. دونك ا بي كيف تحسب المركبات تاوعو؟ يا اخي نديرو اكس بي ناقص اكس ا. دونك النقطه بي رانا رايحين نحطوها هنايا اللي هي 3 1 ناقص ناقص تاع من؟ تاع الأ اللي هي 2 0. معناها ماذا نستنتج؟ نستنتج أن أ بي هو 3 ناقص زوج يمد لي 1، 1 ناقص 0 يمد لنا 1. أما بالنسبة للشعاع الآخر اللي هو أ سي تساوي النقطة سي اللي هي ناقص 1 3 ناقص ناقص النقطة أ اللي هي 2 0. معناتها واش راهو رايح يساوي لنا هذايا؟ أ سي ناقص 1 ناقص 2 راهو رايح يمد لنا ناقص 3، و3 ناقص 0 راهو رايح يمد لنا 3. تحليليا الجداء السلمي وشنو؟ يا اخي قريناه ا بي ا سي. يا اخي قلنا نديرو اكس في اكس فتحه زائد ايكغيك في ايكغيك فتحه. معناتها نديرو الاكس في الاكس يعني ناقص 3 مضروبه في 1 زائد 3 مضروبه في 1. سي فغي، لاننا واش درنا اكس في اكس زائد ايكغيك في ايكغيك. دونك واش راهي رايحه تمد لنا النتيجه او فينال؟ راهي رايحه تمد لنا صفر. دونك ا بي سلمي ا سي تساوي صفر. ماذا نستنتج اذا كان هذا يساوي صفر؟ اكيد نستنتج ان الشعاعين هذوما راهم متعامدين. دايوغ السؤال اللي بعدها قال لك ما طبيعه المثلث ا بي سي. دونك مباشره واش نقولوا له حنايا؟ نقولوا له بما ان ا بي ا سي معدوم،
واش نستنتج؟ اذا كنا قلنا بليك هضرنا على التكافؤ من قبل. اذا ا بي واش راهو يعامد ا سي، وبالتالي واش الزاويه ا بي ا سي واش رايحه تساوي لنا؟ رايحه تساوي لنا بي على 2 اللي هي الزاويه القائمه. اذا المثلث ا بي سي قائم في ا. داكور. السؤال الثاني قال لك احسب الاطوال. اوكي، هاي نحسبوا الاطوال. الوغ اذا كان عندكم هنا الشعاع ديريكتومون، معناتها الطول تاع ا بي في هذه الحاله واش تساوي؟ هاي نديروهم. دونك مادام ا بي راهو عندي ديجا، باسكو علاش عندنا زوج طرق لحساب الاطوال، مش زوج طرق، هما نفس الطريقه على كل حال، مي بون. دونك انا مادام هاي نوري لكم الاولى، مادام عندي ا بي تساوي 1 1، معناتها بلا ما نروح نعاود كامل الحسابات مباشره، الطول ا بي واش يساوي لي؟ يولي يساوي لي جذر 1 مربع زائد 1 مربع. معناها الطول ا بي واش تولي تساوي لي؟ تولي تساوي لي مباشره جذر 2. داكور. هو قال يحسب ا بي ولا واش قال يحسب؟ بصح واش من الاطوال قال يحسب؟ صبروا تشوفوا الاطوال هادوما نورمالمون. تمرين ناقص اطوال دي، نكتبهم هنا، اطوال دي ا و دي بي و دي سي. شتو ماشي قاع دوك الاطوال اللي كنا راح نحسبوهم حنايا، معليش. دونك هامليك الاطوال اللي قال نحسبهم دي ا دي بي دي سي، معناتها خلينا منهم هذه. معليش نكملوا نشرحوا هذه. معناتها ا بي اللي يساوينا مباشره جذر 2 بلا ما نروحوا نديروا هذيك اكس بي ناقص اكس ا لكل مربع زائد ناني الكل تحت الجذر. نقدروا نستنتجوه مباشره من ماذا؟ من الشعاع. معليش. دونك انا مادام قال لي احسب هذوما الاطوال، نروح مباشره نحسبهم. اولا قال لي دي ا، اصبروا نحط قدامي النقاط باش ما تلفلناش. دي ا دي بي دي سي، نحطو قدامنا النقاط هنا. الوغ دي ا واش تساوي؟ تساوي جذر الفرق تاع الفواصل ا و دي والفرق تاع التراتيب. دونك الفرق تاع الفواصل وشنو هم الفواصل تاعنا؟ هما زوج. دونك 2 ناقص تاع دي ناقص 1 لكل مربع زائد الفرق تاع التراتيب. دونك نبداو توجور بالا ومن بعد نروحو للدي، ولا العكس هنا باسكو المربع ما راهوش رايحين يتاثروا لنا. دونك يغريك دي يغريك ا عفوا يغريك ا دونك صفر ناقص تاع يغريك دي، دونك صفر ناقص 2، صفر ناقص 2 الكل مربع. معناها دي ا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا جذر 2 ناقص 1 مربع هو 1 مربع اللي هو 1 زائد ناقص 2 مربع هو 4. معناتها دي ا تولي تساوي لنا جذر 5. تري بيان. بعدها عندنا دي بي كيف تساوي لنا جذر البي وشنوها 3 ناقص تاع دي ناقص 1 الكل مربع زائد ماذا؟ زائد البي دونك 1 ناقص تاع دي ناقص 3 الكل مربع. معناتها واش تولي تساوي لنا؟ تولي تساوي لنا جذر 3 ناقص 1 هو 2 مربع هو 4 زائد 1 ناقص 2 1 ناقص 2 وشنو؟ 1 ناقص 2 هو لا دي هذه 2 عفوا هنا 2 انه هاي ليك يغريك دي هي 2. دونك 1 ناقص 2 هو ناقص 1 ناقص 1 مربع هو 1. معناها دي بي تساوي ماذا؟ تساوي جذر 5. قعدنا طول واحد نحسبوه وهو دي سي. دونك دي سي واش يساوي لنا؟ جذر سي وشنوها؟ ناقص 1 3. دونك ناقص 1 ناقص تاع دي اللي هي ناقص 1 مربع زائد الأطوال هادوما تاع الإيغريك
أخي تعرفوا تحسبوا الطول، هذا وش يساوي؟ ها يساوي إكس سي، أصبر شو نكتبها مليح، يساوي إكس سي ناقص إكس دي كل مربع زايد إيكغيك سي ناقص إيكغيك دي الكل مربع. هذا الطول قريناه بكري في السؤال. هادي وش تمدلنا؟ دونك سي هو 3 ناقص دي ناقص 1. هاي نعاودو نتأكدو. دونك الإحداثية تاع السي هما ناقص 1 3، الإحداثية تاع دي هما 1 2. هنايا شفتو كيفاه؟ هنايا 2. معناتها واش تولي تساوي لنا؟ تولي تساوي لنا 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 عفوا زوج مربع يمدلنا 4، 3 ناقص زوج 1 مربع يمدلنا 1. دونك الطول تاعي راهو رايح يساوي لي جذر 5 اللي هو دي سي. واش رانا نستنتجو هنايا؟ كاين واحد ما باش السؤال اللي موراه شنوه؟ ما قال لك والو بصح معليش، حنا هنايا عندنا واحد الاستنتاج واضح رانا نستنتجو فيه هنايا. دونك واش رانا نشوفو؟ رانا نشوفو بليك دي ا تساوي دي بي تساوي دي سي، صح؟ رانا نشوفو فيها. كاين اللي يقول لي استاذ هذا مثلث متقايس اضلاع، نقول لك وين راك تشوف المثلث؟ وين راك تشوف المثلث؟ راهو عندك 4 نقاط، المثلث فيه 3 نقاط برك. هنا عندك النقطة دي و سي و بي و ا، وين راك تشوف فيه مثلث؟ لاحظوا فقط بلي الأطوال راهم متقايسة. من بعدها واش كان قال لك هنايا؟ قال لك بلي اكتب معادلة للدائرة سي ذات المركز دي والتي تشمل النقطة ا. اوكي نكتبوها. دونك السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 هاي نذكروا ولا نجيبوها هنايا. ها بتبارك هنا نقول لكم واحد الحاجة. صح، قال لك الدائرة هذه سي، هاي نرسموها دائرة سي ذات المركز دي. دونك هاي لك الدائرة تاعنا ذات المركز دي. دونك هاو لك المركز دي وتشمل شكون؟ وتشمل نقطة ا. معناتها ها هي تشمل النقطة ا. معناها اغ تاع هذه الدائرة وشنو هو؟ دي ا. وما دام دي ا تساوي دي بي تساوي دي سي، اكيد انه النقاط الاخرى راح تكون محمولة على الدائرة لانهم تساوي نفسها نصف القطر. معناتها كي نجي نكتب معادلة تاع الدائرة أنا على بالي بلي نكتبها إكس ناقص ماذا؟ فاصلة المركز. دونك ناقص إكس دي الكل مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك المركز الكل مربع تساوي نصف القطر مربع. خي دايما نخدمو حنايا هكايا. لماذا؟ لأنه ببساطة هاي لك معادلة الدائرة. وين درناها؟ وين درناها معادلة الدائرة؟ ها هي. أي دائرة هي راح تكتب على هذا الشكل. دونك إكس ناقص إكس المركز الكل مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك المركز الكل مربع تساوي ماذا؟ تساوي نصف القطر مربع. معناتها المعادلة هذيك فاش رانا نكتبوها؟ نكتبوها إكس ناقص دي وشنو الإحداثية تاعها؟ هم هما 1 2. دونك ناقص 1 الكل مربع زائد إيكغيك ناقص 2 الكل مربع تساوي دي أ. دي أ وشنو؟ هاوليك دي أ هو جذر 5. وكي ندير جذر 5 مربع التربيع راهو رايح يروح لي مع ال5 ويخلي لي فقط في بلاصتها ماذا؟ 5. معناتها هذه وشنوها؟ هذه هي المعادلة تاع الدائرة تاعنا. هذا ما كان هذيك معادلة تاع الدائرة تاعنا لونها بالطبشور. بعدها واش كان قال لك؟ قال لك تحقق أن بي و سي تنتميان إلى الدائرة. دونك رانا نلاحظوا كنت جاوبتكم من قبل على السؤال هذه بلا ما نكتبوها باينة. دونك واش نقولوا؟ نقولوا بما أن دي أ تساوي دي بي وتساوي دي سي و دي أ تساوي اغ، إذن ماذا؟ إذن دي بي تساوي اغ و دي سي تساوي اغ كذلك. إذن واش؟ إذن النقطة ب راهي تنتمي إلى الدائرة سي
والنقطة سي أيضا راهي تنتمي لنا إلى الدائرة سي. داكور، هذا ما كان، لأنه عندهم نفس البعد. دونك سوغمون البي حتجينا هنا كالكو باغ محمولة على الدائرة، والسي رايحة تجينا هنا كالكو باغ أيضا محمولة على الدائرة. طري بيان. سؤال 3. سؤال 4 ما كاش. سي كاين سؤال 4 في التمرين، معليش نكتبه لكم. سؤال 4 جيد جدا، يقول لك اكتب معادلة لمماس الدائرة سي في النقطة A. تحقق أن هذا المماس عمودي على دلتا. صح، هاي لك دائرة تاعنا سي. هاوليك هذا المركز دي، منا عندكم نقطة A، هنا عندكم النقطة A، وهنا قال لكم مماس هنا يجيني، تشوفوا فيه ها هو مماس. معناها المماس هذا راهو رايح يمس الدائرة. وين راهو رايح يمسها اكزاكتومون عند النقطة A. من هذا الرسم هنا واش راكم، وش هالحاجة اللي راهي تبان لكم؟ قولوا لي شنو الحاجة اللي راهي تبان لكم هنايا باش نقدروا نكتبوا مماس للدائرة هذه. مماس، اكتب، عاودوا اقراو معايا، اكتب معادلة مماس الدائرة سي في النقطة A. في النقطة A ذات ماذا؟ في النقطة A مماس هنا. قولوا لي واش راكم تستنتجوا من هنايا؟ كيفاش نقدروا نكتبوا هذايا؟ ماكم تلاحظوا والو؟ قولوا لي ماكم تلاحظوا والو هنا؟ ما راكمش تلاحظوا بلي هذا المماس اللي راكم تشوفوا فيه هنايا وهذه راهي كاينه بيناتهم حاجه. لاحظوا تو سامبلومون بلي هادوما الزوج راهم عموديين على بعضهم. مثلا تجيو لهنا يا سيدي، نصف القطره وهنا، وترسموا مماس هنا، راهم رايحين يكونوا عموديين على بعضهم. يا سيدي ديروا نصف قطره هنا وديروا مماس هنا، حيكونوا عموديين على بعضهم. اوكي، كيفاش راح نكتبوا معادله المستقيم؟ نفرض انه وجود ام هنا. اوكي، معناها هذا الام هذا الام سلمي مع هذا الA D، سلمي مع الA D، وش يساوي لنا؟ يساوي لنا الصفر. علاش يساوي لنا الصفر؟ لأنه تو سامبلومون AM يعامد DA. داكور صح. هذا كيفاش نكتبوه؟ الام إحداثيتها x y نورمال، دونك عندكم x y ناقص الإحداثية تاع النقطة A هما زوج زيرو، دونك ناقص زوج زيرو مضروب في A D وراهي دي هي واحد زوج ناقص الأ اللي هي زوج زيرو تساوي الزيرو. هذا السلمي كيفاش قلنا نديرو يا أخي؟ هذا ضرب هذا زائد هذا ضرب هذا تساوي الصفر. معناها إكس ناقص 2 مضروب في 1 ناقص 2، دونك مضروب في ناقص 1 زائد هذا اللي منا إيكغيك مضروب في هذا اللي هو زوج تساوي لنا الزيرو. معناتها المعادلة كيف تصبح؟ ناقص إكس زائد 2 زائد 2 إيكغيك تساوي لنا الصفر. نقدروا نسقموها شوية، نرتبوهم برك. دونك ناقص إكس زائد 2 إيكغيك زائد 2 تساوي الصفر. هذه معادلة تاع من؟ معادلة تاع المماس، نقدروا نسميوه تي، وراكم تشوفوا فيها بلي تكتب على الشكل A إكس زائد B Y زائد C تساوي الصفر. واش قلنا نعيطوا لها؟ معادلة ديكارتية. اوكي، تاع من؟ تاع المستقيم هذايا. متفاهمين ولا ماشي متفاهمين؟ بعدها عندنا السؤال رقم 5، قال لك احسب المسافة
احسب المسافة بين النقطة دي والمستقيم لا مازال ما كملناش. قال لك نتحقق أن هذا المماس عمودي على دلتا. صح. باش يكون عندي هذا مستقيم نعرفه، هاوليك نكتبهم لكم هنايا. باش يكون عندي هذا المستقيم اللي هو تي ناقص إكس زائد 2 إيكغيك زائد 2 تساوي 0، وهذا المستقيم اللي هو دلتا الإحداثية تاعو شنو هم؟ المعادلة تاعو زوج إكس زائد إيكغيك، زوج إكس زائد إيكغيك تساوي 0. واش قال لك؟ عمودي عليه. صح. معناها تي راهو هكايا، هاوليك تي، ودلتا هاوليك راهو هكايا. داكور. دونك دلتا هاوليك راهو هكايا. باش هادوما الزوج مستقيمين يكونوا متعامدان واش لازم؟ واش لازم؟ قولوا لي واش لازم؟ لازم الشعاع هذا اللي هو الناظمي تاع المماس، ها هو ان تي، مع هذا اللي هو الشعاع الناظمي تاع الدلتا، ها هو اللي هو ان دلتا، بين واش راهم رايحين يكونوا؟ هذا وهذا الجداء ما بيناتهم يكون معدوم. دونك لازم الناظمي تاع هذا مع الناظمي تاع هذا يكونوا متعامدين. والشعاع الناظمي في التفسير تاعو شنو هو؟ الشعاع يجي عمودي على المستقيم ديريكتومون، ولا بلوتو نقولوا عمودي على شعاع توجيهه. دونك هذا هو الناظمي تاع تي، وهذا هو الناظمي تاع الدلتا. واش لازم يكونوا هذوما الزوج؟ لازم يكونوا متعامدين. وهذا الناظمي تاعو هاوليك معناها هنايا نقدروا نكتبوا ان تي الناظمي تاع تي وشنوه هو؟ ناقص 1 2، وهاوليك زوج 1، وهذا الناظمي تاع من؟ تاع المستقيم دلتا وشنوه هو 2 1. دونك لازم الجداء تاعهم واش يكون معدوم. دونك نحسبوا ان تي سلمي ان دلتا واش تساوي؟ تساوي اكس ناقص 1 في 2 زائد 2 في 1، معناتها تساوي هذا في هذا زائد هذا في هذا. واش رانا رايحين نلقاو النتيجة؟ حنلقاوها صفر لأنها تساوي ناقص 2 زائد 2. نقولوا إذن صح تي راهو يعامد شكون؟ دلتا. أعيد مستقيمان متوازيان واش لازم؟ عفوا مستقيمان متوازيان واش لازم؟ يا أخي لازم شعاع التوجيه تاع هذا مع شعاع التوجيه هذا واش يكونوا؟ نقولوا عليهم مرتبطان خطيا. نعاود نفكركم في عبارة الارتباط الخطي. واش معناتها مرتبطان خطيا؟ نسيتوا مرتبطان خطيا. لازم هذا ان تي يكتب ك ان دي، داكوغ، عدد مضروب في ان دلتا باش يكونوا مرتبطان خطيا. داكوغ. وشرط الارتباط الخطي لازم تحليليا لازم هذا في هذا زائد هذا في هذا تساوي لي صفر. اوكي. دونك لازم اكس ا ولا هكا اكس تي ايغريك دلتا ناقص إيغريك تي إكس دلتا يكون معدوم. هذا هو تحليليا واش معناتها ترابط خطي. بصح إذا كانوا متعامدان واش نروحو نديرو؟ نروح ندير الشعاع، يعني هنا أهتم بالشعاع الناظمي، ماهوش رايح يهمني شعاع التوجيه. الشعاع الناظمي تاع هذا مع الشعاع الناظمي تاع هذا راهو رايحين يكونوا كيفاش؟ راهم رايحين يكونوا متعامدين، يعني الجزء السلمي تاعهم زيرو. هذه اصطلاحا، بصح كاين طرق أخرى باش نقدروا نبرهنوا بهم لك هذا عمودي على هذا وإلى آخره. قال لك 5 احسب المسافة بين النقطة دي والمستقيم دلتا. ها 5 المسافة بين مسافة دونك دي ما بين دي ودلتا واش تساوي لنا؟ نديروا القانون. القانون واش قلت لكم ديروا؟ الفوق ديروا قيمة مطلقة ونعاودوا نكتبوا المعادلة تاع المستقيم دلتا كيما نعرفوها، فقط في بلاصة الإكس والإيكغيك نديرو إكس دي إيكغيك دي. دونك 2 إكس دي زائد إيكغيك دي على ماذا؟ على جذر أ مربع زائد ب مربع. دونك على جذر هذا مربع زائد هذا مربع. دونك على جذر 2 مربع زائد 1 مربع. معناها واش يولي يساوي لنا هذا؟ يولي يساوي لنا القيمة المطلقة تاع زوج إكس دي دي وين راهي؟ هاي ليك هي 1 زوج. دونك في 1 زائد 2 على جذر 5. معناتها واش تساوي هذه المسافة؟
زوج زائد زوج 4 على جذر 5. 4 على جذر 5 هي مسافة ما بين النقطة دي والمستقيم دلتا. هاي بعدها واش كان قال لكم؟ قال لك ادرس، قال لك ما هي وضعية دلتا بالنسبة للدائرة سي. هاي اللي واش قلنا احنا وضعية دلتا بالنسبة للدائرة سي. دائما قلنا نروحوا نشوفوا المسافة ما بين مركز الدائرة ونقطة، يعني الاسقاط العمودي تاعها على هذاك المستقيم. المسافة هي اصلا الاسقاط العمودي تاعها. دونك المسافة ما بين المستقيم هذا وما بين المركز حنايا نقارنوا بيناتهم. دونك نصف القطر عفوا نقارنوا بيناتهم. دونك انا واش عندي؟ عندي نصف القطر تاعي شحال يساوي؟ بلوتو عندي دي المسافة تساوي لي شحال؟ 4 على جذر 5 صح. وعندي نصف القطر تاعي اغ واش يساوي لنا؟ يساوي لنا جذر 5 صح. شكون قال لي جذر 5؟ ها هو انا هضرنا عليه من قبل. اغ هي دي ا، اغ هاوليك هو جذر 5، ها هو دي ا هو اغ ودي ا هو جذر 5. معناتها دوكا واش نقارن؟ نقارن هذه دي بالنسبة لهذه الاغ. واش رانا نلاحظوا؟ اكيد رانا نلاحظوا دي راهو اقل من ار. دونك نلاحظ ان دي اقل من اغ. واش معناتها دي اقل من اغ؟ وراي الدائره تاعنا معناتها هذا المستقيم راهو مثلا راهو هكا او يجيني هنا، ولا سيدي هنا نديروه باش تفهموا سهله، ويجيني هنا لانه المسافه منا لهنا راهي اقل من المسافه منا لهنا. معناتها راهو يقطعها هنا ويقطعها هنا. دونك كما كنا قلنا من قبل، غير تشوفوا باللي دي اقل من اغ مباشره نقولوا يقطع في نقطتين. نقولوا بما ان دي اقل من اغ اذا دلتا يقطع سي في نقطتين. ما قاليش عينهم هذوك النقطتين. 6 قال لك عين معادلة لصورة الدائرة سي بالتحاكي اش الذي مركزه ب ونسبته ناقص 1. شفتوا كيفاش نعاودوا نقولوا الدرس تاع التحاكي هنايا بلا ما تفيقوا؟ عاودوا قراو لي السؤال. عين معادلة لصورة سي بالتحاكي اش، هاوليك تحاكي اش الذي ماذا؟ مركزه ب ونسبته ناقص 1. مركزه ب نسبته ناقص 1. وجنرالمون التحاكي نسبته ناقص 1 يكون تناظر مركزي مي بون. معناتها هاوليك التحاكي تاعنا صح. ونكتبوه هنا، نكتبوه هنايا التحاكي تاعنا. الدائرة تاعي واش عندها؟ عندها اغ جذر 5 وعندها مركز دي، احداثية المركز دي 1 2 صح. باش هذه الدائرة سي نحولوها الى ماذا؟ الى دائرة سي فتحة باستخدام تحاكي. واش نديرو؟ اولا اغ رانا رايحين نديرو النسبة ك هذيك نضربوها، ولا اغ جديد هو النسبة هذيك كنضربوها في قيمة مطلقة تاع النسبة نضربوها في نصف القطر القديم. تقعد لي توجور جذر 5. لماذا؟ لأنه النسبة تاعي هي ناقص 1. ناقص 1 قيمة مطلقة تساوي 1. 1 في جذر 5 هو نفسه جذر 5. الدوزيامون لازم نلقاو دي فتحة. دي فتحة ما على باليش شحال تساوي. معناتها لازم نكتبوا العبارة الشعاعية تاع من؟ تاع التحاكي. هاي نكتبوها. واش قال لك؟ كيفاش قلنا نكتبوا العبارة تاع التحاكي؟ نديرو تساوي، نديرو النسبة هنايا اللي هي ناقص 1، نديرو هنا شعاع، نديرو هنا شعاع صح. نكتبو المركز ب ومن بعد واش نديرو؟ هنايا نكتبو الصورة. شكون هالصورة؟ هي دي فتحة، ومن هيك نكتبو النقطة هي دي. كتبناها. معناتها هنا واش تولينا؟ تولينا اكس دي فتحة إيكغيك دي فتحة. هاوليك شعاع نديرو له إحداثية المركبات تاعو ناقص ب. نقطة ب إحداثية تاعها وشنو هم؟ 3 1. دونك ناقص 3 ناقص 1 تساوي النسبة تاعنا اللي هي ناقص إحداثية تاع بي دي. بي دي نبداو بالنقطة دي. دونك 1 2 ناقص ب. دونك ناقص 3 ناقص 1. معناها واش تولي لنا هنايا؟ تولي لنا إكس دي فتحة
و إيكغيك دي فتحة، واش يوليو يساويو؟ هاي حسبوا معايا، نحسبوا فيت في. 1 - 3 شحال تساوي؟ -2. -2 نضربوها في ناقص تولي -2، وهذيك تجيبوها منين تولي -3، معناتها تولي 5. زيدو حسبوا معايا فيت في الإيكغيك. صبروا نسقم هادي. 2 - 1. 1 في -1 -1 كي نجيبولو هادية من هنايا تولي -1، معناتها تولي 0 تساوي 0. إذن دي فتحة الإحداثية تاعها شحال؟ 5 0. معناتها واش رانا رايحين نقولو دوكايا؟ رانا رايحين نقولو صورة الدائرة سي بالتحاكي اش. صورة الدائرة دائما واش نديرو صورة تاع المركز باستخدام مباشرة العبارة الشعاعية والتحليلية تاع التحاكي، ونصف القطر نضربوه في القيمة المطلقة تاع النسبة. بالتحاكي اش هي الدائرة سي فتحة التي مركزها دي فتحة 5 0 وطول نصف قطرها اغ فتحة تساوي جذر 5. داكوردو؟ اوكي خلاص كملنا قريب. عين معادلة صورة. اوكي ا فتحة سي فتحة صورتي ا سي بالتحاكي اش على الترتيب. استنتج نوع المثلث ا ب سي فتحة ثم بين ان مساحة تساوي المساحة. اوكي استنتاج نوع المثلث صح. 7. هاي نديرو هنا 7 باش نقراها مليح. استنى شوية نشوفش مليح. صح. واش قالك هنا؟ قالك ا فتحة صورة ا معناها اش لي ا هي ا فتحة، وزيدو اش لي سي هي سي فتحة، وهنا عندي ا بي سي دونك نقطة بي ما تتغيرش، نقطة ثابتة. اش لي بي تساوي بي. لماذا؟ لماذا نقطة ثابتة؟ لأنه ب هو مركز التحاكي تاعنا، ما تنساوهاش هاي ليك. لماذا؟ لأن ب هو مركز التحاكي، مركز التحاكي لا يتغير باستخدام هذاك التحاكي تاعو، تعتبر نقطة ثابتة ونعطوا لها نقطة صامدة، نعطوا لها نقطة صامدة. داكور؟ اوكي. واش معناتها؟ معناتها النقطة ب ما تتحركش. دونك هذا المستقيم هو صورة هذا المستقيم، لأنه منا عندي الصور ومنا عندي النقط التوعي. نقول له إذن المثلث A فتحة B C فتحة هو صورة المثلث A B C بالتحاكي اش. وهذه هنايا نقولوا له مركز تحاكي تساوي نقطة صامدة. داكور؟ وأن المثلث ا بي سي واش كان؟ قائم. انت صورته بالتحاكي حيمد مثلث قائم، لأن التحاكي موش يدور، موش يغير في الزوايا ولا يكبر ولا يصغر. يكون عندك مثلث قائم يصغره لك يخليه قائم. اوكي. يكون عندك مثلا ولا يكبره لك ويدنيه لك. بصح وشنو ما راهو رايح يدير له والو. نقولوا له نزيدوا له هنا نقولوا بما ان ا بي سي قائم في ا، اذا ا فتحة ب سي فتحة قائم في ا فتحة. هذا ما كان. من بعدها واش كان قال لك؟ قال لك برهن ان
قال لك برهن، لا استنتج، بين. قال لك بين ان المساحه تاع هذا هي نفسها المساحه تاع هذا. تخي بيان. كيفاش نبينوا له؟ انا دائما على بالي، دائما هذه قاعده تحفظ. وشنوها؟ هاي نكتبها لكم، قاعده المساحات. نورمالمون هضرتها لكم في الدرس تاع التحاكي. دونك المساحه تاع المثلث تاعي اس ا فتحه بي سي فتحه دائما واش تساوي؟ تساوي النسبه مربع تاع من؟ نورمالمون هضرتها لكم في درس التحاكي. وين راه درس التحاكي؟ نحوسوا عليه. هاي اللي شفتوا. قلنا بلي التحاكي الذي نسبته العدد الحقيقي كوش يدير يضاعف الاطوال كمره، يعني قيمه مطلقه كما درنا دوكا مع نصف القطر، لان نصف القطر يعتبر طول، والمساحات كمربع مره. داكور صحيتو. معناتها دوكا انايا هنايا واش راني رايح ندير؟ راني رايح نضاعف المساحه كمربع مره. دونك تساوي كمربع اس ا بي سي. معناتها هذه المساحه واش تساوي؟ تساوي ناقص واحد اللي هي نسبه التحويل مربع اس ا بي سي. وحنا على بالنا باللي ناقص واحد مربع تساوي نفسها واحد، وهي بوكو بلوس هذه هي اللي حتدو عليها النقطه. دونك اس ا فتحه بي سي فتحه تساوي نفسها اس ا بي سي. داكور متفاهمين؟ كان هذا التمرين يعتبر شامل. كيفاش نلقاو معادلة مستقيم، ولا كيفاش نلقاو المسافة، الوضع النسبي، بزاف حاجات على الدرس تاع التحاكي. ولو انه مازال عندنا بزاف افكار تدرس في هذا الدرس، وكاين حاجات قدم قريتوهم عاودوا راجعوهم، كما ايجاد معادلة مستقيم. هذه حاجة مهمة جدا نراجعوها. وشكرا جزيلا ان حضرتوا الفيديو جوسكا لا فا. جيسبر كو الفيديو هذه كانت مفيده بالنسبه لكم. جيسبر كو انا فدتكم ولو بالقليل. بقوا على خير، تهلاو في رواحتكم وبالتوفيق للجميع. نلتقي في فيديو اخر باذن الله.